الله الرحمن الرحيم. كتير لما بيشتري شتلة بيفرح بكمية التزهير أو كمية الأزهار اللي موجودة على النبات. خلاص، دي شتلة صغيرة اللي قدامنا دي اهي في المشتل. هل متخيل إن كمية التزهير دي هيحصل لها عقد وإخصاب وتبقى ثمار؟ يعني هل أنت متخيل إن النبات الضعيف خلاص؟ أدي منطقة التطعيم في الموالح عموما، عشان دايما برضو نخلي بالنا في منطقة التطعيم في الموالح. احنا قلنا المانجا بتطعم بالقلم، يعني بيحصل شق هنا في المنطقة دي وبيدخل القلم اللي هو التطعيم. انما في الموالح التطعيم بيبقى بالعين او بالبرعم، بيبقى جانبي. يعني هنا بيحصل قشط هنا في البرعم، ويدخل البرعم اللي هو الطعمة ويتربط عليه لغاية ما يطلع بالطريقة دي. واي حاجة تطلع من تحت منطقة التطعيم خلاص، لو انا شاري شتلة مطعومة نشيلها باستمرار. اوعى تسيب اي نمو يطلع من تحت منطقة التطعيم. اي نمو من فوق منطقة التطعيم هو اللي بيكون هيكل الشجرة بعدين، او هيكل الشتلة زي ما احنا شايفين كده بالطريقة دي. طيب، كتير للأسف البعض بيستغله ويقول له يا فندم دي شجرة وزي الفل وشايف كمية التزهير والشتلة دي لو تمنها 75 جنيه مثلا اهي في الطبيعي اللي انت شايفها و50 جنيه، بيديها لك ممكن ب 200 جنيه و300 جنيه. الكلام ده كله يا جماعة عشان محدش يستغلك. طبيعي ان اي شجرة مطعومة تبقى خصوبتها عالية بتظهر معاك بسرعة، ولكن ان انا اسيب التزهير ده هو ده الغلط. دي لسه بنت بنوت عندها 16 سنة، عندها 15 سنة، وانا بقول لها يلا اتجوزي وهاتلنا 4 5 اجنة، هاتلنا 5 6 اطفال، وهي خصوبتها لم تكتمل. هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها اجهاد. مش كده؟ هو اللي بيسموه ايه؟ لا، اجهاض. صح؟ مش اجهاد. اجهاد ده قصة تانية. اجهاض يعني هتسقط كل اللي عليها لان هي ضعيفة، ما اكتملتش الخصوبة. الخصوبة في الكائن الحي سواء انسان او نبات او حيوان ليها عمر معين. انت لو جبت فرخة عشان تربيها عشان تاخد منها بيض الفرخة دي هتقعد عندك 5 شهور عشان تبيض. الفراخ بتبيض في الشهر الرابع والخامس، مش كده برضو؟ ادي معلومة بنديها لكم اهو. طيب، باضت عندي في الشهر الخامس، هتقعد تبيض لغايه عمر مثلا 3 سنين، بعد كده خلاص عجزت فخرجت من مرحله الخصوبه. يبقى الخصوبه ليها عمر معين، ليها عمر معين. لا الخصوبه تبقى موجوده في الاعمار الصغيره، ولا الخصوبه تبقى موجوده في الاعمار العجوزه الكبيره. يعني ما نشوفش واحده مثلا عندها 80 سنه وهتخلف، يستحيل. هتخلف ازاي؟ مش كده برضو؟ نفس القصة في النبات. دايما الخصوبة في الأعمار اللي هي المتوسطة، اللي هي عمر من أول 3 سنين، من أول 3 سنين لغاية بقى وأنت رايح. يعني الخوخ عمر الخصوبة من 3 سنين لغاية 15 سنة. البرقوق نفس القصة. التفاح من 3 سنين لغاية 20 سنة. الموالح اللي هي البرتقال والليمون لغاية 40 سنة، والزيتون 50 سنة، وفي شجر زيتون في فلسطين داخل في آلاف السنين. جميل. يبقى في عمر للخصوبة هو اللي النبات بيشيل فيه كمية الثمار اللي المفروض يشيلها. فاوعى تفرح بنبات ضعيف صغير بالطريقه دي عليه كميه تزهير وخلاص عشان يدفعوك فلوس اكتر. كل التزهير ده مجرد الزراعه للاسف بيسقط. كل التزهير ده للاسف بيسقط. النبات لما بينزل في الارض بيحصل له صدمه، فبينزل كل التزهير اللي انت شايفه. وحتى لو ما نزلش التزهير ده يستحيل النبات الجميل ده هيشيل كميه الازهار اللي انت شايفها دي كلها، هيشيلها خلاص بالطريقه دي كلها للاسف. هتجهد النبات لان انا ما عنديش محتوى اوراق معين او محتوى نمو خضري يعمل عملية تصنيع للغذاء عشان يسد احتياج كل الايه، كل التزهير ده اللي هيبقى بعدين ثمار. نخلي بالنا دايما من الجزئية دي، ما نفرحش بحاجات معينة للأسف عشان محدش يستغلنا. واوعى تحمل على شجرتك او الشتلة بتاعتك بالطريقة دي وتفرح وتخلي كل التزهير ده عليها. انت كده بتجهدها، بتوصلها للإجهاض اللي احنا اتكلمنا عليه. ربي شجرة، ربي شجرة قوية متينة، اصبر عليها تطرح عندك كويس جدا. بعد ما تمسك في الأرض وتديلها التغذية باستدامة باستمرار هتلاقي الدنيا عندك زي الفل. واوعى تاني تفرح بحاجة زي كده وتروح زارعها وتيجي تقول لك الأزهار كلها ساقطت ليه والنبات عندي نزل اللي عليه ليه. نزل اللي عليه لأن عمره ما هيتحمل إن هو يشيل كل ده وهو ما فيهوش نمو خضري قوي يقدر يغذي كل التزهير اللي احنا شايفينه ده. وتحياتي لكم جميعا.